هذه لمسة غير مقصودة يكاد يجمع عليها الجميع، لكنها لم تمنع حكم المباراة خيسوس خيل مانثانو من منح رمية جزاء لريال مدريد عدل بها كريستيانو رونالدو النتيجة قبل أن يضيف ألفارو موراتا الهدف الثالث مانحا نقاط المباراة لفريقه. فوز ريال أبقاه في الصدارة وأبقى البرسا ملاحقا، ومع هذين الفريقين في كل الظروف كل شيء يصنع الحدث، أو بالأحرى الجدل. ما أثار انتباهي أكياس ريال مدريد مع الحكم، يد يصافح بها وأخرى تحمل كيس ريال مدريد، وهذا فاجأني. رئيس فياريال فرناندو رويغ فتح النار كما شاهدتم على الحكم، متهما إياه بتلقي الهدايا من ريال مدريد، ولئن امتنع زيدان عن الرد فإنه بدا متضامنا مع رد ناديه الذي امتعض من تصريحات رويغ دون إضافة الوقود على النار. كل حر في رأيه، لن أتدخل فيما يقوله لاعب أو رئيس ناد، فلا أحد يمكنه أن يمنعهما من الكلام. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله إنها ليست الحقيقة، أما نحن فكل ما نفعله نقوم به فوق الملعب. لكن بالمقابل الريال لم يشتكي من هدف باكامبو الذي كان متسللا عند انطلاق الكرة، حتى وإن كان اللاعبون على وعي من ذلك في آنه. هدف باكامبو جاء من وضعية تسلل بعد هجمة مرتدة، لكنه قرار الحكم الذي قد يؤثر على نتيجة المباراة، لكن الليغا لا زالت طويلة ولن يتأثر فيها من ظلم اليوم. الجدل هذا لا شك لن يثني اللاعبين عن عزمهم على الفوز في مباراة قد تشهد بعض التغييرات، خصوصا أمام تألق الطبقة الثاني والتحلية، كما وصف إسكو وموراتا نفسهما على مقعد الاحتياط. هذا مجرد مزاح بين اللاعبين، هذا ما في الأمر. هل شاهدتم كيف دخل الاثنان بعدها فوق الميدان؟ هذا جيد إذن، وأنا ما يهمني هو هذا، أما البقية فلا تشغلني. محطة في وسط الأسبوع لا شك أن ريال لن يتوقف فيها، فالفريق يحتاج إلى السرعة القصوى للبقاء متقدما في سباق احتدم أكثر منذ وقفة اضطرارية في المستايا. جمال جبري بإن سبورت من مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.